أحيان كتير أوي وإحنا بنبقى مع أصحابنا أو بنبقى في تجمعات عائلية. خاصةً بعض العائلات اللي هي بتبقى عندها جفاء شوية في المشاعر، دايمًا بيتعاملوا مع مشاعر ولادهم على إن هي يعني إيه بتعيّط؟ ما فيش حاجة اسمها تعيّط، يعني إيه خدت حقنة والحقنة دي وجعتك؟ يعني إيه أنت وقعت وأنا أقوم أحضنك والّا أبوسك؟ فطبعًا بيتعاملوا هنا مع المشاعر دي بنوع من أنواع القسوة. اللي بيحصل في معظم العائلات ومعظم الأسر اللي هي بتتجنب إن هي تحضن ولادها وتاخدها في حضنها وتبوسها وغيره من المواقف الحنية الكتير اللي الأولاد بيبقوا محتاجينها في مواقف الضعف ومواقف الألم اللي بيمرّوا بيه، بيكون ليها تأثير بيهدم شخصيتهم. تعالوا نشوف كده إيه اللي ممكن يحصل لو أنا ما قدرتش أتقبّل مشاعر ابني. أول ما أنا بارفض المشاعر دي، أنا باوقّف كل الحدود في التعامل ما بيني وما بينه. معنى كده إن قبول المشاعر بتساعدني على رسم الحدود؟ طبعًا. يعني إيه؟ يعني هو مثلًا متضايق وعمّال يكسّر وعمّال يزعّق، فأنا رُحت جاية قايلة له إيه، على فكرة الموضوع اللي أنت بتحكي فيه ده ولا يستدعي اللي أنت بتعمله ده كُلّه. في الحالة دي مشاعر اللامبالاة والتجاهل والإنكار للغضب بتاعه هيخلّيه أكتر هياج من أي فترة تانية. فالفكرة هنا إن أنا قبولي للمشاعر دايمًا هتخلّي في أُلفة ومَوَدّة في التعامل ما بيني وما بين ابني. يعني كل أمّا أنا زوّدت رصيد المحبة، كل أمّا أنا قلّلت رصيد العداوة. باخرّج ابني من حيّز الصراع اللي ما بيني وما بينه لحيّز الأدوار المتبادلة، وهييجي هنا دور التعاون ما بين الأب وما بين الابن، اللي هو أنا بابا مش هيسيبني عند اللقطة دي ويسيبني ويمشي، لأ، ده هييجي يقول لي أنت عندك حق، احكِ لي إيه اللي حصل لك وهكذا. إذًا هنا قبول المشاعر ليه أهمية كبيرة أوي على نفسية ولادنا. دي حاجة، في حاجة كمان، هل في كل الأحيان أنا بيبقى متطلب مني إن أنا أتدخّل وأقعد أحضن وأبوس؟ لأ، في لحظات الانفعالات السلبية اللي ولادنا بيكونوا مش قادرين يعبّروا فيها عن احتياجاتهم وعن وجعهم وعن ألمهم، هي دي اللحظة المباشرة اللي أنا باتدخّل فيها بشكل مباشر. ويا ريت بقى نتخلّى عن دروس الأخلاق والنُصح ولو أنا مكانك كنت عملت كذا. هو على فكرة إحنا أصلًا كبني آدمين طبيعيين لمّا إحنا بنكون متضايقين وزعلانين، لو واحدة صاحبتي جات قعدت تقول لي أنا لو منِّك كنت عملت كذا، وقعدت تدّيني في تفسيرات منطقية بقى ومبررات، أنا نفسي مش هاكمّل معاها، ممكن أسيبها وأمشي. على العكس لو واحدة صاحبتي تانية جات وراحت حاضناني واخداني في حضنها من غير ما تتكلم معايا ولا كلمة، أنا هاحس إن أنا نفسيًا هديت وبقيت يعني relax بشكل أكبر. دايمًا ولادنا بيحتاجوا مننا اللقطة دي. في بقى تحذيرات دايمًا نتجنبها بتطلع من إيه، يعني من طبيعة الأم الفطرية اللي هي فكرة إن هو راجع متضايق، فأنا دايمًا أبادر بسؤال إيه، تعالَ بس احكِ لي هنا إيه اللي حصل، هو أنت متضايق ليه؟ لأ، أنا هاتجنب سؤال دايمًا لماذا، ما أقولوش ليه، أنا هاقول له أنا شايفة إن أنت النهارده متضايق شوية، أنا حاسة إن وشّك متغيّر حبتين، فهو ممكن الكلمة دي تخلّيه يحكي الموضوع كلّه. لكن إيه اللي حصل؟ تعالَ طريقة الاستجواب مش هتخلّيه يطلّع الحل اللي أنا محتاجاه. دايمًا ولادنا بيكرهوا إن أنا أكرّر الكلمة اللي هو بيقولها. هو راجع متضايق من المُدرِّس، المُدرِّس ضربه في المدرسة. أنا باكره مستر كذا. يعني أنت بتكره مستر كذا؟ هو أصلًا في وقت انزعاجهم هم كل اللي هم بيحتاجوه إن أنت تبقى قاعد. يعني لو هي جات قعدت تكسّر وترزّع وقفلت الباب عليها وأنتِ دخلتِ قعدتِ جنبها على الكنبة اللي جنبها من غير ما تتكلّمي ولا كلمة، فأنتِ مصدر الراحة والأمان بالنسبة لها، حتى لو ما اتكلمتيش خالص. ولادنا بيكرهوا إن إحنا نكرّر النعوت اللي بيقولوها على نَفْسهم. يعني إيه؟ يعني هو راجع من المدرسة ما عرفش يحِل كويس، فأنا شايف إن أنا غبي. يعني أنت شايف إن أنت غبي؟ هو هيتضايق إن أنتِ كرّرتِ عليه اللفظ أكتر ما هيتضايق إن هو قال اللفظ ده على نَفْسه. دي حاجة. آخر حاجة هي إن ولادنا دايمًا ما بيحبّوش كلمة أنا حاسس بيك، لإن هم ما بيبقوش أصلًا عارفين يعبّروا دايمًا عن مشاعرهم. فأنا أشوف دايمًا بدايل، لإن الحلول والبدايل الأوسع بتكون دايمًا عند الأم. فآخر حاجة بنحب نتكلّم فيها في موضوع المشاعر، وهي إن المشاعر فَن
مش علم. المشاعر بتحتاج مننا ممارسة وملاحظة سنين عشان نقدر نجرب الطريقة دي هتبقى ماشية مع ولادنا ولا لأ، إيه الطريقة اللي هتمشي وإيه اللي الطريقة مش هتمشي، إيه اللي هيخلّي ولادنا يحبونا ويقرّبوا مننا، إيه اللي هيخلّي ولادنا يكرهونا ويبعدوا. في النهاية ما فيش بديل عن إحساسك بيه.